Sundown to sun up. We up. Yeah. السلام عليكم. أنا عبد الرحمن، مسؤول عمليات مشفى السويدي مع الدكتور سعيد علي. الحمد لله أنا سويت عملية رباط صليبي بشهر 7، صار 6 شهور. الحمد لله التزمت بالتعليمات. خطة العلاج مع الدكتور سعيد كانت الحمد لله 100%. التأهيل كان الحمد لله منيح ممتاز، والحمد لله بعد 6 شهور رجعت طبيعي، رجعت كمان على الملاعب. طبعا ننصح كل المرضى بالالتزام بالتعليمات، الالتزام بالتأهيل، والالتزام بخطة العلاج مع الدكتور سعيد. هلا كعملية ما أنا خطرة الحمد لله، يعني صار في خبرة فيها، خاصة يعني الدكتور سعيد الحمد لله يعني صار في رقم يومي عم بيشتغلوا كعمليات، خاصة تنظير ركبة، رباط صليبي، رباط خلفي. كخطورة ما في الحمد لله، يعني كتجربة شخصية كانت الأمور الحمد لله كثير ميسرة. رجعت على الشغل تقريبا بعد شهر وأسبوع كان تقريبا. رجعت على صالة العمليات الحمد لله. طبعا في حركات، الفرق كان انه قبل العملية في حركات انا ما كنت احسن اسويها على الجهد. رجلي يعني يصير عندي ألم، يصير عندي انتفاخ، ورم. الحمد لله بعد العملية هذا الشيء كله انتهى الحمد لله. في يعني انا كنت اعاني مثلا اذا بدي اطلع درج بالبيت مثلا، كنت اعاني يعني انه احيانا ما اطلع درج انه بسبب رح يصير عندي ألم. الحمد لله حاليا انا ساكن بالطابق السابع، احيانا بطلع على الدرج، يعني على البيت ما بطلع بالمصعد، بطلع على الدرج الحمد لله. فلا فرق بعد العمليه 180 درجه الحمد لله رب العالمين. ايه طبعا عم اقول لك يعني حركات كنت يعني ما اسويها، رياضه يعني ما يعني رياضه تقريبا كان شبه منتهيه عندي. هلا الحمد لله رجعت للرياضة، رجعت لحياتي الطبيعية الحمد لله. هلا بالنسبة لصوت الطقطقة ايه طبعا بيضل 6 شهور، لأنه العضلة بتكون ضعيفة، وبعد العملية طبيعي عند كل مريض يكون موجود. الحمد لله حاليا ما موجود يعني بعد التأهيل الصح. حماوة أو انتفاخ بعد العملية شيء طبيعي، يعني بضل تقريبا انه ضل عندي للشهر ونص هيك في شوية انتفاخ بالركبة. طبعا تدريجيا بيروح، ما بيضل شيء بعد، خاصة يعني صوت الطقطقة. نحن المريض بعد 6 شهور بنعطيه إبرة زيتية بالمفصل، وإذا كانت عضلته منيحة بيروح صوت الطقطقة ما بيبقى. أنا اليوم بالصدفة اجتمعوا 3 شغلات، اجتمع عبد الرحمن مساعد وعبد الرحمن المريض اللي عملنا له رباط، ومحمد مركز أكتيف كمان جاي معالج. لازم اجتمعنا بعملية بس نجتمع بالشغل كمان. الحمد لله إن شاء الله. عبد الرحمن صار عنده قطع رباط من 7 شهور، طبعا كان هو صار عنده انعقاد، فعملنا له عملية الحمد لله. عبد الرحمن هلا هون ممكن هو يحكي عن حالته. حاضرين مع بعض شي 3000 عملية بس. أكثر من 3000 عملية الحمد لله. فهو أكيد يعني لو ما كان مطمن على حاله ما كان سلم حاله. أنا شفت النتائج، أكيد ثقتي بالدكتور يعني ما بدي أحكي، بس نتائج المرضى الحمد لله عم يرجعوا، فكمان شجعتني أكثر. كنت الدكتور بيعرف يعني متردد أسوي الحمد لله من 7 شهور تقريبا، والحمد لله اتبعت تعليمات الدكتور مثل أي مريض عادي. يعني العملية كانت الدكتور بيعرف مثل أي مريض. التعليمات الحمد لله اتبعتها من أول شهر لسادس شهر، الحمد لله أموري ممتازة الحمد لله.
حاب هيك انه اشكر الدكتور سعيد من القلب، يعني هو يعني مثابة اخي الكبير، وعلاقتي فيه الحمد لله يعني بفضل رب العالمين بعتبره قدوة يعني بكل شيء. الحمد لله يعني بشكره شكر من القلب. رجعت مثل الاول الحمد لله طبيعي، بتحرك، بلعب رياضة، يعني رجعت لحياتي القديمة ونهاية الحمد لله رب العالمين. بس يعني شكر من القلب للدكتور سعيد على يعني المعاملة الطيبة، انه وقف جنبي طول فترة العملية، ما قصر معي. كان شيء دعم نفسي كثير مهم إلي الحمد لله، يعني كان دعمه النفسي كثير همني وكثير ساعدني لأرجع لحياتي الطبيعية. يعني هو كتجربة شخصية أنا يعني إذا بدي أقدم نصيحة للمرضى، مرضى القطع الرباط الصليبي، بعيدا عن اني انا موجود بصاله العمليات بشكل يومي، بعيدا انه انا عم شوف المرضى ونتائج المرضى، انه انا مع الدكتور سعيد من تقريبا 5 سنين. طبعا انا بنصح المرضى ما يتاخروا بالعمليه. التاخير بسبب مشاكل، بسبب تعب نفسي، يعني اهم شيء انه نفسيا انت بتتعب، يعني بتنسى الطرف المصاب، بتحس انه انت عندك بس طرف واحد، يعني بصير ارتكازك على الطرف السليم. هذا الشيء كمان بيأثر على الطرف السليم، بصير عندك مضاعفات، بصير عندك مشاكل بالطرف السليم. فليك بنصح المريض ما يتأخر، مو لأنه أنا كل يوم صالة العمليات وأنا عم شوف المرضى وأنه أنا مشتغل مع الدكتور سعيد عمليات كثيرة فثقتي فيه كبيرة، لا، إنه أنا عم شوف نتائج المرضى وأهم شيء يعني الحمد لله الشخص يرتاح للطبيب. ثاني شيء إنه أنا لما أشوف نتائج المرضى بهالجودة الحمد لله يعني أكيد ما راح أتردد وأسوي العملية، ما أتأخر.